معكم محمد إدريس من قناة ماوميتو في اليوتيوب. اليوم إن شاء الله بشرح لكم شيء حكيت فيه قبل بدرسنا الأول عن كيف لما نخلي الشتر بطيء تكون السيارات تطلع كخطوط بالصورة. طبعا الحين بنسوي شيء شرح تجريبي مع بعض إن شاء الله. الشوارع زحمة وإزعاج. طيب بداية بنخلي سرعة الشتر تكون بطيئة، يعني 10 تقريبا شيء كويس. وطبعا إذا كانت 10 وفتحت العدسة وسيعة بيكون بالصورة تقريبا يعني نور بزيادة، والشتر إذا خذ وقت بتطلع الأنوار خلقة قوية. بناخذ صورة أولى كذا كتجريبية. طبعا سرعة الشتر زي ما انتم شايفين 10، فتحة العدسة 22، الايزو 100، وبخط التعريض طالع التعريض النب بالوسط، يعني شيء كويس. ناخذ أول صورة ونجرب. نقول إن شاء الله نطلع بالشيء اللي نبغاه. فزي ما انتم شايفين الصورة واضحة جدا. هذه السيارات خطوط زي ما شرحتها لكم قبل. الإضاءة حلوة، الأنوار حلوة. بناخذ تجربة ثانية، بنطوق فتحة العدسة ونبطي الشتر زيادة تقريبا 30 ثانية. شوف ايش نطلع فيه. نرفع الصورة شوي بس نخلي المملكة بارزة بالموضوع. نقول بسم الله. تقريبا هذه زي التصوير اللي يسمونه لا اله الا الله الرسم بالضوء، يعني تعتبر هنا لمبات السيارات هذه كمصدر الضوء، والسيارات تتحرك وطالعه خطوط، يعني نفس الفكره رسم بالضوء. تحط شتر بطيء وتكون في مكان فيه ظلام، يكون في يدك كشاف او اي شيء يعطي اناره، توجهه على الكاميرا وتبدا ترسم وتكتب اللي تبغاه. طبعا زي ما انتم شايفين الصورة جدا طلعت معانا حلوة. بنجرب ننزل الكاميرا نخليها مركزة على الشارع ككل، بس نشوف كقدام. طبعا نخليها بعيدة ونشوف ايش نطلع فيه. طبعا مثل ما هي سرعة الشتر 30، فتحة العدسة 22. طبعا لكم حرية التجربة، يعني تقدر تجرب بسرعة شتر 20 10 15 وتشوف انت ايش تطلع فيه، يعني ان شاء الله تطلع بنتائج حلوه والنتائج المطلوبه. الفكره جدا جدا بسيطه زي ما شفتوا. انا بس نزلت الدرس هذا لان في ناس قبل سالوني قالوا انت وش تقصد بموضوع السيارات وخطوط، وصح اني ما شرحتها بالضبط، بس هذه الفكره جدا بسيطه. فزي ما انتم شايفين طالعه السماء انارتها حلوه، وهذه الاضاءه لمبات الشارع طالعه نجمه. هذه طبعا بدل ما نشرحها لكم في درس ثاني نشرحها لكم كلها اليوم. طبعا لمبات الشارع او اي لمبات تبغى تخليها نجمه، شتر بطيء وجه الكاميرا عليها وبتطلع باللي انت تبغاه ان شاء الله. معكم محمد إدريس من قناه ماوميتو. هذا درس بس على السريع حبينا ننزله عشان ما نكون يعني ماشيين حبه حبه. فمان الله اخوان.